بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزاي تحقق أهدافك وتوصل للي نفسك فيه؟ في ناس كتير عندها أحلام كبيرة، لكن المشكلة مش في الحلم. المشكلة إننا بنبدأ بحماس، وبعد كام يوم بنقف أو نتوه أو نحس إن الموضوع أكبر مننا، فنفضل نقول نفسي أغير حياتي، نفسي أنجح، نفسي أبقى أحسن. لكن الحقيقة الأهداف مش بتتحقق بالرغبة بس، بتتحقق لما يتحول الحلم لخطة، والخطة الفعل، والفعل العادة. أول حاجة لازم تسألي نفسك أنا عاوزة إيه فعلا، مش اللي الناس عاوزاه منك، مش اللي شكله حلو قدام الناس. انتي نفسك عاوزة توصلي لإيه؟ اكتبي هدفك بوضوح. مش عاوزة أبقى أحسن، لا، قولي عاوزة أحفظ جزء من القرآن، عاوزة أخس 5 كيلو، عاوزة أبدأ قناة وأنجح فيها، عاوزة أتعلم مهارة جديدة. لأن الهدف الغامض بيعمل طريق غامض. تاني حاجة، قسمي هدفك. ما تبصيش للهدف كله مرة واحدة فتخافي، قسميه خطوات صغيرة جدا. وهدفك تقري كتاب، ابدأي ب5 صفحات. لو هدفك تغيري حياتك، ابدأي بعادة واحدة. لو هدفك نجاح كبير، ابدأي بخطوة صغيرة النهاردة. الخطوات الصغيرة هي اللي بتوصل للحاجات الكبيرة. تالت حاجة، ما تستنيش الحماس، دي من أكبر الأخطاء. ناس كتير مستنية تحس بطاقة علشان تبدأ، لكن الحقيقة الالتزام أهم من الحماس. اعملي الحاجة حتى لو مش حاسة، حتى لو بتعمليها ببطء، حتى لو مش شايفة نتيجة دلوقتي. لأن النجاح بيحب الناس اللي بتكمل، مش اللي بتبدأ بس. رابع حاجة، ابعدي عن المقارنة. ما تبصيش لحد سبقك وتكسري نفسك. كل حد ليه وقته، ليه ظروفه، وليه طريقة. ركزي في طريقك انتي، كل يوم خطوة، كل يوم تقدم بسيط. خامس حاجة، سامحي نفسك. لو وقعتي هتكسلي طبيعي، هتتأخري عادي، هتحسي انك عاوزة تستسلمي، كلنا بنحس بده، لكن المهم ترجعي. مش لازم تكوني كاملة، لازم تكوني مستمرة. سادس حاجة، اختاري صحبة تدعمك. الناس اللي حواليكي يا هترفعك يا هتطفي حلمك. قربي من اللي يشجعك، من اللي يفرح بتقدمك، وابعدي عن اللي يسخر أو يحبط. وأهم حاجة، ادعي، اطلبي من ربنا يعينك، لأن في أهداف مش بنوصلها بقوتنا، بنوصلها بتوفيق ربنا. قولي يا رب قويني، ثبتني، وسهل لي الطريق. افتكري دايما مش مهم السرعة، المهم انك ما بتقفيش، حتى لو خطوة صغيرة جدا هي احسن من الوقوف. ابدأي النهاردة حتى لو بحاجة بسيطة، لكن ابدأي. بعد سنة هتشوفي قد ايه الخطوات الصغيرة دي غيرتك. في حاجة مهمة جدا ناس كتير بتغفل عنها، وهي انك مش كل يوم هتصحي متحمسة. هيجي يوم تقولي مش قادرة، هأجل لبكرة، يمكن الهدف ده مش ليا. وهنا بيبان الفرق بين اللي بيحلم واللي بيحقق. لأن تحقيق الأهداف مش معناه إنك دايما قوية، لكن معناه إنك تكملي حتى في الأيام الضعيفة. في أيام هتشتغلي فيها ساعة، وفي أيام بالكاد هتعملي 5 دقايق، لكن ال5 دقايق دول أحسن من 0. اوعي تستهيني بالقليل، القليل مع الاستمرار بيعمل فرق كبير جدا. كل نجاح كبير هتشوفيه قدامك بدأ بخطوات محدش كان شايفها، تعب، محاولات، إعادة بداية، دموع أوقات، وشك في النفس. لكن الفرق إن صاحب الهدف ما استسلمش. كمان لازم تسألي نفسك أنا ليه عاوزة الهدف ده؟ لأن السبب هو اللي هيشدك لما الحماس يختفي. لو هدفك علشان الناس
هتتعبي بسرعة. لكن لو هدفك علشان نفسك، علشان رضا ربنا، علشان تحسي بقيمتك، هتكملي. خلي عندك سبب قوي، سبب يخليكي تقومي حتى لما نفسك تقولك لأ. وحاجة مهمة جدا، بطلي تستني الوقت المثالي. مفيش وقت مثالي ولا ظروف كاملة ولا يوم هتحسي فيه ان كل حاجة جاهزة. ابدأي وسط الزحمة، وسط المسؤوليات، وسط التعب، لأن البداية الناقصة أحسن من الانتظار الكامل. وكمان احتفلي بنفسك، حتى لو تقدمتي خطوة واحدة، حتى لو التغيير بسيط. قولي لنفسك أنا ماشية وأنا بحاول وأنا بتغير. شجعي نفسك بدل ما تنتقديها طول الوقت. واوعي تربطي نجاحك بسرعة النتيجة. في حاجات بتحتاج شهور وحاجات سنين، لكن كل يوم تعب بيتخزن ومش بيضيع. يمكن ما تشوفيش النتيجة دلوقتي، لكن صدقيني كل مجهود بتعمليه بيبني نسخة أقوى منك. في مرحلة صعبة جدا هتقابلك وانتي ماشية ناحية هدفك، مرحلة اسمها الشك. هتبدأي تسألي نفسك، هو أنا فعلا هقدر؟ هو اللي بعمله ده هيجيب نتيجة؟ طب ما يمكن أسيب الموضوع كله. وده طبيعي جدا. أي حد بيحاول يغير حياته بيعدي بلحظة بيشك فيها في نفسه. لكن هنا لازم تفتكري حاجات مهمة جدا. مش كل فكرة في دماغك حقيقية. مجرد ان عقلك قالك مش هتقدري مش معناها انه صح. اوقات كتير اكبر عدو لأهدافنا هو صوتنا الداخلي، الصوت اللي بيقلل منك، اللي بيفكرك بكل مرة فشلتي فيها، اللي يخوفك من المحاولة. عشان كده لازم تغيري طريقتك في الكلام مع نفسك. بدل ما تقولي أنا فاشلة، قولي أنا لسه بتعلم. بدل ما تقولي أنا بتأخر، قولي أنا في طريقي. بدل ما تقولي مش هعرف، قولي هحاول لحد ما أعرف. الكلام اللي بتقوليه لنفسك يا إما بيبني يا إما بيهدمك. وحاجة مهمة جدا، ابعدي عن الكمال. ناس كتير بتضيع أهدافها لأنها عاوزة تعمل كل حاجة صح من أول مرة، لكن الحقيقة الكمال بيعطل. ابدأي ناقصة، ابدأي بخطوات بسيطة، ابدأي حتى لو خايفة، لأن التقدم أهم من الكمال. وكمان اعملي مراجعة لنفسك كل فترة. اسألي نفسك أنا اتحسنت في ايه اللي محتاج يتعدل، ايه اللي عطلني. مش علشان تجلدي نفسك، لكن علشان تفهمي نفسك أكتر. كل هدف بيحتاج مرونة. يمكن الخطة تتغير لكن الهدف يفضل ثابت. ولو حسيت ان الطريق طويل، افتكري نفسك قبل ما تبدأي. قد ايه كنتي تتمني تكوني في المكان اللي وصلتيله دلوقتي؟ حتى لو لسه في اول الطريق، انتي مش زي الاول، انتي اتغيرتي وكبرتي، بقى عندك وعي اكتر، وده نجاح في حد ذاته. في ناس كتير بتفشل مش علشان هي ضعيفة، لكن علشان كل شوية تبدأ من الصفر. يوم حماس ويومين توقف، أسبوع تخطيط وشهر تضييع، وبعدين تقول أنا مش بعرف ألتزم. لكن الحقيقة انت محتاجة نظام مش معجزة. الإنسان لما يفضل مستني المزاج المناسب عمره ما هيستمر. علشان كده اعملي لنفسك روتين بسيط، حتى لو صغيرة جدا. ربع ساعة قراءة، نص ساعة شغل على هدفك، وقت محدد تتعلمي فيه، وقت تبعدي فيه عن الموبايل. العادات الصغيرة دي هي اللي بتغير الحياة. وفي نقطة مهمة جدا، احمي طاقتك. مش لازم كل الناس تعرف أهدافك. في ناس أول ما تحكي حلمك قدامهم يحبطوكي، يقولولك ده صعب، مش هتعرفي، غيرك فشل. والكلام ده بيكسر الحماس جواكي. علشان كده اشتغلي في هدوء وخلي أفعالك هي اللي تتكلم. مش لازم كل بداية واوعي تنشغلي انك تباني ناجحة بدل ما تكوني فعلا بتتقدمي. في ناس شكلها من بره منظم وطموح، لكن من جوه مفيش خطوة حقيقية. وفي ناس هادية جدا لكن كل يوم بتقرب من حلمها.
فركزي على الإنجاز مش المنظر. كمان لازم تعرفي إن الراحة الزايدة عدو الأهداف. كل مرة تختاري التأجيل انت بتبعدي نفسك عن الحياة اللي نفسك فيها، وكل مرة تقاومي الكسل انت بتبني شخصية أقوى. مشاعر الراحة المؤقتة ممكن تضيع سنين، لكن تعب اليوم ممكن يريحك العمر كله. وفي حاجة مهمة جدا، ما تربطيش قيمتك بالإنجاز فقط. انت ليكي قيمة حتى وانت لسه بتحاولي، حتى وانت بتتعلمي، حتى وانت بتقعي وتقومي. الرحلة نفسها بتغيرك، بتخليكي أنضج وأهدى وأقوى وأوعى. وأحيانا الهدف الحقيقي مش الحاجة اللي هتوصلي لها، لكن الشخص اللي هتبقيه وانت بتحاولي توصلي. ليه أوقات بنخاف ننجح؟ يمكن فاكرة إن اللي موقفك هو الكسل أو قلة الوقت أو الظروف، بس ساعات الحقيقة بتكون أعمق من كده. إحنا بنخاف من النجاح نفسه. بنخاف نتغير، وبنخاف الناس تتوقع مننا أكتر. بنخاف نفشل بعد ما بننجح، وبنخاف نكتشف إننا كنا نقدر من زمان بس ضيعنا وقت. عشان كده تلاقي نفسك أوقات تبدأي خطوة وبعدين ترجعي، تتحمسي وبعدين تبوظي اللي بنيتيه، تقربي من هدفك وبعدين فجأة تتشتتي. وده اسمه مقاومة داخلية. جزء جواكي متعود على النسخة القديمة منك حتى لو كانت متعبة، متعود على التأجيل، على الأعذار، على فكرة أنا مش بعرف أكمل. عشان كده أول خطوة جديدة محتاجاها مش إنك تعملي أكتر، لكن إنك تصدقي إنك تستحق الأفضل. اسألي نفسك، لو هدفي اتحقق أنا هبقى مين؟ يمكن خوفك مش من الطريق، يمكن خوفك من الشخص الجديد اللي هتبقيه، الشخص المنظم، الملتزم، الناجح، الواثق. وده تغيير كبير، لكن التغيير مش لازم يحصل مرة واحدة. ابدأي تبني هوية جديدة لنفسك. بدل ما تقولي أنا بحاول ألتزم، قولي أنا إنسانة ملتزمة. بدل ما تقولي نفسي أبقى ناجحة، قولي أنا ببني نجاحي كل يوم. الهوية بتيجي قبل النتيجة. لما تبدأي تشوفي نفسك بطريقة مختلفة، تصرفاتك هتتغير لوحدها. وحاجة مهمة جدا، احمي طاقتك. مش لازم كل الناس تعرف أهدافك، ومش لازم تشرحي لكل حد انت بتعملي ايه. بعض الأحلام بتحب الهدوء، بتكبر في السر. اشتغلي بصمت، خلي أفعالك تتكلم. وفي أيام هتحسي ان مفيش تقدم، انك واقفة مكانك، لكن الحقيقة في حاجات بتتغير جواكي قبل ما تبان براكي. صبرك، انضباطك، ثقتك، دي كلها أجزاء من النجاح حتى قبل ما الهدف يوصل. لما الناس حواليكي ما يفهموش طريقك، مش كل الناس هتفهم ليه انت اتغيرتي. مش كل الناس هتفرح لما تشوفي نفس قرري تركزي على حياتك. في ناس كانت متعودة منك نسخة معينة، متاحة طول الوقت، بترد بسرعة، بتحكي كل حاجة، بتأجل نفسها عشان غيرها. ولما تبدأي تغيري ده، ممكن تسمعي ايه اللي غيرك؟ انت بقيتي متكبرة، هو يعني بقى عندك أهداف، انت فاكرة نفسك هتنجحي. والكلام ده بيوجع، خصوصا لو جاي من ناس بتحبيهم. بس لازم تعرفي مش كل اعتراض معناها انك غلط. احيانا الناس بتقاوم تغيرك لان تغيرك بيكشف ليهم ثباتهم. لما يشوفوك بتلتزمي يحسوا بتقصيرهم، لما يشوفوك بتبعدي عن الفوضى يحسوا انك بتسيبي الدور اللي كانوا متعودين عليه منك. وده مش ذنبك، مش مطلوب منك تشرحي حلمك لكل حد ولا تاخدي موافقة حد على طريقك. في حاجات محتاجة هدوء وحماية. احكي لناس قليلة اللي يشجعوك بصدق، اللي يدعموكي، اللي لما تتعبي يقولولك كملي. وبالنسبة للباقي خليهم يشوفوا النتيجة لما تيجي. مش لازم تكسبي كل النقاشات ولا تثبتي نفسك لكل حد. احيانا اكبر قوة انك تشتغلي في صمت. وحاجة مهمة جدا، ما تخليش شعور الذنب يعطلك. لما تخصصي وقت لنفسك
ده مش أنانية. لما تقولي لا لحاجة هتشتتك ده مش قسوة. لما تبعدي عن اللي بيستهلك طاقتك ده حماية. أهدافك محتاجة مساحة، محتاجة وقت، ومحتاجة منك تحطي نفسك ضمن أولوياتك. ولو الناس زعلت لأنك بدأت تحترمي وقتك يمكن ده معناه إنهم كانوا مستفادين من عدم احترامك ليه. تعالي بقى نتكلم عن إزاي تنظمي يومك وتعملي الخطوات اللي احنا قلناها كل يوم تقربك من النجاح. ناس كتير عندها أهداف، لكن المشكلة إن اليوم بيضيع وفي آخره نحس إننا ما عملناش حاجة، فنقول بكرة أبدأ. لكن الحقيقة إن النجاح مش بيجي من يوم واحد كبير، النجاح بيجي من أيام صغيرة منظمة. أول حاجة تعمليها ابدأي يومك من غير موبايل. أول نص ساعة بعد ما تصحي بلاش سوشيال ميديا، بلاش مقارنة، بلاش أخبار تشتت عقلك. ابدأي بنفسك، خدي 10 دقايق هدوء، اشربي مية، رتبي سريرك، افتحي الشباك وقولي لنفسك النهاردة يوم جديد وأنا عندي فرصة أقرب من هدفي. الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا في طاقتك. تاني حاجة، حددي 3 حاجات بس لازم تتعمل النهاردة، مش 20 مهمة ولا لستة طويلة تخنقك. اسألي نفسك ايه أهم 3 خطوات لو عملتهم النهاردة هحس إني اتقدمت. مثلا نص ساعة قراءة أو تعلم، 20 دقيقة ترتيب أو شغل على مشروعك، خطوة لقناتك أو لهدفك الشخصي. لو خلصتيهم يبقى يومك نجح. تالت حاجة، اعملي وقت ثابت لهدفك حتى لو 20 دقيقة فقط. لو استنيتي الوقت الفاضي غالبا مش هيجي، لكن لو قلتي كل يوم من 10 ل10:30 أنا بشتغل على هدفي هتبدأي تبني عادة، والعادة أقوى من الحماس. رابع حاجة، ابعدي عن المشتتات. وقت هدفك اقفلي الإشعارات، حطي الموبايل بعيد، ولو تقدري استخدمي مؤقت 25 دقيقة تركيز. 25 دقيقة بتركيز كامل ممكن يعملوا فرق أكبر من 2 ساعات متقطعين. خامس حاجة، راجعي يومك قبل النوم. اسألي نفسك عملت ايه كويس، ايه اللي عطلني، ايه أول خطوة هبدأ بيها بكرة. المراجعة دي بتخليكي واعية بدل ما الأيام تعدي وخلاص. وسادس حاجة والأهم، خلي علاقتك بربنا جزء من نجاحك. ابدأي يومك بدعاء حتى لو بسيط، يا رب باركلي في وقتي واهديني للطريق الصح وقويني على اللي بدأته. في توفيق بيغير كل حاجة. وفي أيام هتصحي فيها مش عايزة تكملي، مش عايزة ترتبي ولا تشتغلي على هدفك ولا حتى تفتحي الورقة اللي كتبتي فيها أحلامك. هتحسي إن كل اللي بدأتيه تقيل. وهنا المشكلة إن ناس كتير بتفتكر طالما ما عنديش حماس يبقى ارتاح النهاردة، لكن لو كل مرة استنيتي الحماس هتفضلي دايما في نفس المكان. لازم تعرفي إن الحماس زائر بيجي ويمشي، لكن الالتزام هو اللي بيخليكي تكملي. اعملي الحاجة حتى لو من غير رغبة. لو متعودة تشتغلي ساعة على هدفك اعملي 10 دقايق بس. لو متعودة اقرأي صفحة واحدة بس. لو متعودة تخططي اكتبي سطرين. الفكرة مش في الكمية، الفكرة انك ما تقطعيش السلسلة، لان اكبر خطر مش انك تعملي قليل، اكبر خطر انك تقفي تماما. وحاجة مهمة جدا، بطلي تعاقبي نفسك. لو فاتك يوم عادي، لو لخبطت النظام عادي، المهم ما تقوليش خلاص باظ ابدأ الاسبوع الجاي. لا، ارجعي في نفس اليوم في نفس اللحظة لو تقدري. النجاح مش للناس اللي عمرهم ما وقعوا، النجاح للناس اللي كل ما يقعوا قاموا أسرع. وكمان خلي عندك سبب مكتوب، ورقة صغيرة أو ملاحظة على الموبايل. أنا بعمل ده ليه؟ لما تتعبي ارجعي اقرأيها.
افتكري ليه بدأتي. يمكن هدفك مش بس علشان توصلي لشيء، يمكن علشان تثبتي لنفسك انك تقدري. وفي الأيام الصعبة جدا اعملي أقل حاجة ممكنة، لكن ما تختفيش من حلمك. حتى لو دقيقة النهاردة بتقول لنفسك أنا لسه هنا ولسه بكمل. في ناس ما بتبدأش أصلا، خايفة تفشل، وفي ناس تبدأ وأول ما حاجة تمشي غلط تقول أنا مش نافعة. أكيد النجاح مش ليا، أنا جربت ومعرفتش. بس لازم تعرفي حاجة مهمة جدا، الفشل مش عكس النجاح، الفشل جزء من النجاح. كل حد نجح اتلخبط ووقع وضيع وقت واخد قرارات غلط وشك في نفسه. الفرق الوحيد انه ما خلاش الفشل يعرفه. يعني ايه؟ يعني بدل ما تقولي انا فاشلة قولي انا اتعلمت، وده فرق كبير جدا. اسألي نفسك الفشل ده بيعلمني ايه؟ يمكن بيقولك طريقتك محتاجة تتغير، خطتك محتاجة تبقى أبسط، محتاجة صبر أكتر، أو محتاجة تطلبي مساعدة. لكن مش بيقولك استسلمي. واوعي تقيسي نفسك بمحاولة واحدة. محاولة واحدة مش بتحدد مستقبلك. يوم سيء مش معناه ان الطريق كله غلط، وتأخيرك مش معناه انك مش هتوصلي. في حاجات بتحتاج منك تعيد البداية، وأحيانا أكتر من مرة، وده مش ضعف، ده إصرار. كمان بطلي تخافي من شكل الفشل قدام الناس. مش مهم مين شافك وانتي بتحاولي، المهم انك انتي شايفة نفسك وانتي بتكملي. كل مرة تقومي بعد ما وقعتي انتي بتقوي جزء جواكي، جزء يخليكي بعدين أقوى بكتير من اللي كنتي تتخيليه. ولو حسيتي انك تعبتي خدي راحة، لكن ما تاخديش قرار انسحاب وانتي تعبانة. في فرق بين ارتاح شوية واسيب حلمي. اختاري الراحة مش الاستسلام. ناس كتير بتفكر ان السعادة هتيجي لما توصل لهدفها، لما تنجح، لما تحقق اللي نفسها فيه، لما حياتها تتغير. لكن الحقيقة الجميلة ان اكبر مكسب مش الهدف نفسه، أكبر مكسب هو الشخص اللي بقيتيه وإنتي في الطريق. يمكن بدأت الرحلة وإنتي مشتتة وبقيتي أوضح، بدأتي وإنتي بتأجلي وبقيتي أكثر التزاما، بدأتي وإنتي مش واثقة في نفسك وبقى عندك إيمان إنك تقدري، وده في حد ذاته نجاح. لأن الأهداف مش بس عشان نوصل لحاجة، الأهداف بتربينا، بتعلمنا الصبر، بتعلمنا الانضباط، وبتخلينا نكتشف قوتنا. ولما توصلي الهدف ما تقفيش، اقعدي مع نفسك واسألي انا اتعلمت ايه اللي اتغير جوايا، وايه الحلم الجديد اللي عايزة ابنيه. لان النجاح الحقيقي مش محطة، النجاح اسلوب حياة. انك كل يوم تحاولي تكوني نسخة احسن من نفسك، حتى لو خطوة صغيرة. ولو لسه ما وصلتيش افتكري كل يوم التزام، كل مرة قمتي فيها بعد تعب، كل مرة قاومتي رغبة الاستسلام، كل ده محسوب، كل ده بيبني الطريق. يمكن النتيجة لسه ما ظهرتش، لكن انتي فعلا بتتغيري، ودي بداية كل نجاح حقيقي. ايه الختام؟ لو عندك حلم ما تستخفيش بيه، لو جواكي هدف ما تطفيهوش بكلام الناس او بخوفك. ابدأي وكملي، ولو تعبتي ارتاحي شوية، لكن ما تستسلميش، لانك اقوى مما تتخيلي. ولو كلامي ده لمس قلبك او ساعدك تاخدي خطوة، اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس علشان نكمل الرحلة دي سوا، رحلة التغيير والنمو وبناء حياة تفتخري بيها. واكتبي في التعليقات ايه الهدف اللي ناوية تبدأيه من النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك يا حبايب قلبي. والى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.